هنا الزاهد كانت ضيفة في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس علشان تتكلم عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية، وكمان فتحت قلبها واتكلمت عن تجربة طلاقها وقالت الأسباب لأول مرة واللي كان منها عدم الإنجاب. وقالت عمري ما كنت أتخيل حاجة اسمها طلاق، وربنا كان عارف إني مش مؤهلة لحاجة زي دي وسهلها عليا، والموضوع حصل بالتدريج خلال 8 شهور. وده لأن المشاكل بينها وبين أحمد فهمي حصلت في وقت تصوير أحدث أفلامها فاصل من اللحظات اللذيذة، والانفصال حصل في آخر أيام تصوير الفيلم. ووقتها راح لها هشام ماجد وقال لها ليه ما قلتيش إنك طول الفترة دي كان عندك مشاكل؟ وباقي زمايلها في اللوكيشن اتصدموا لما عرفوا بالمشاكل دي، وقالت لهم إن الشغل معاهم كان بينسيها وبيهون عليها. وقالت هنا لو رجع بيا الزمن هاخد التجربة من تاني، علشان أنا ما كنتش هتعلم غير لما اتخبط جامد علشان أركز في اختياراتي بعد كده، ولكن مش أي حد نصدقه وندخله بيتنا وحياتنا، لأني بحب البيت يكون مقفول وما يبقاش فيه تدخلات زايدة من أي حد حتى لو كان قريب مننا. وتقريبا كده هنا كانت بتشير لتدخلات عيلة أحمد فهمي في حياتها، وده الكلام اللي انتشر وقت الطلاق لما اتقال إن كان في خلافات كتيرة بينها وبين دنيا مرات كريم فهمي، وطبعا كريم أخد صف مراته وبالتالي حصلت المشاكل. وقالت إنها بقت بتحسم الأمور بعقلها وقلبها بعد ما كانت بتتعامل بقلبها وبس، واتقرصت من ناس كتير ولكنها مبسوطة بكل الفترات اللي مرت بيها. وحكت هنا السبب الرئيسي للانفصال وهو عدم الإنجاب، فقالت أنا بحب الأطفال جدا وكنت أتمنى أكون عيلة، لكن الواقع كان غير كده والأمور ما بتتحسبش كده خالص، لأني كنت بتعامل بحسن نية واللي قدامي ما كانش كده. وقالت هنا إنها ما نزلتش دمعة بعد انفصالها وركزت مع نفسها وقررت تتخطى كل حاجة، وكانت راضية جدا بكل اللي حصل. وأكتر حاجة ساعدتها إنها راحت لأهلها وبقت وسطيهم، ولقت من والدتها واخواتها دعم كبير، وكان عندها إيمان إن ربنا شايل لها حاجة علشان كده حصل الانفصال. ولما اتسألت إذا كانت هتمانع مشاركة أحمد فهمي في عمل فني بعد كده، قالت إنها لو ترشحت لعمل فني مع أحمد فهمي هتقبله عادي جدا، لأن أحمد بقى زميل مهنة ومش شايفة أي مانع من الشغل مع بعض، وبتتمنى الخير للشخص اللي كان معاها. أما عن مواصفات فتى أحلامها، فقالت فتى أحلامي يكون راجل وسند وظهر ويعمل كل حاجة علشان يراضيني ويشجعني علشان أكبر حتى لو كبرت عليه، ولازم أحس معاه بالأمان. وقالت إنها ما بتتشدش خالص للي في سنها، علشان كده من مواصفات فتى أحلامها إنه يكون في الأربعينات علشان يكون جرب كل حاجة ويختم بيها. واتكلمت كمان عن حبها للأطفال وقالت إن نفسها في ولد وبنت. ما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض.